صلوا على رسول الله. توكلوا على الله يا حاضرين. أنتم يا عديد اللي وصلتوا وحكمتوا. أولا اعرفوا على أن الأشياء اللي أثرت في نفوسهم لا ولي الدم ولا اللي عرفيه ولا قبائله، هي عدة أبواب. الباب الأول عندما حصل الحادث، لو جاء من ناصر بن عبد الله مسمار جنبي أنا قايم بالوفاء ما حد سمعه لا بعيد ولا قريب، صلوا على النبي. ولكن حصل التردد والعذر وهل مقر هل منكر، واحنا ما احنا بحال طمع لا بقشه ولا جاه. اللي ما له جاه من بيته ولا غني بنفسه ما يغنيه الاخرين. الامر الثاني المنقود الكبير على مراد بن محسن وعلى مبخوت بن علي العلاده وعلى حمد بن علي بن جلال وعلى بن غريب وعلى كاشف ناصر. فين اتفقتوا يا كبار عبيده في بيت ابن جلال، واتفقتوا على انكم نواب الخميس عند الاقرع، واحتضرت لهم على كبارها، وهذه اوجعت لهم اشد من 3 مقاتيل. ولكن في الطواري بس الراقد راقد منكم في بيته والمتعذر متعذر. الامر الثاني يتصل بن بن معالي وعملتوا الخلفه الثانيه. اقبلتوا بالتحكيم وردينا الحكم عندكم لغرض ما احنا بطمع مالكم ولا الاحكام الثقيله. نريد هل للساكن عندكم والحال واللي في السوايح واللي في الطرق هل تثمنونه مثل ما تسلموا انفسكم او لكم ثمن ولا الاخرين ثمن؟ اليوم يقولون رجال نهم الحاضر والغايب ردوا الحكم عندكم ولا شليتوه. انتم اطلقوا من الحكم، لا في دم ولا في جسم ولا في عار ولا في سيارات. ارقم يا ولد، قم هنا، قم يا هبله هنا، قم انا من الحين. انتم اطلق خلاص يلا نشوف. بعد ما قري الحكم على عبيده. صلوا على رسول الله. والله في هاكي المطالب معي والله ما يقع ثاني، والله ما يقع ثاني يا شباب، حرام ما يقع ثاني. خلاص يا شباب كمل الحديث. لا حرام